السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الامارات. يا رب دايما تبقوا بخير، واسأل الله ان يسعدكم دائما وابدا. ويا رب دايما تبقوا بتستفادوا معانا كده على طول، وينفعكم معانا ان شاء الله بالحاجات المفيدة لكم بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعضينا وصفة بالجزر، وطبعا فوائد الجزر عظيمة جدا، وبما ان هو عظيم جدا في فوائده فلازم نستغله. واللي ما بيحبش الجزر ان شاء الله هيحبه، هيستخدمه على طول ومش هيستغنى عنه ان شاء الله. بالوصفة دي حلوة قوي صحية. مش هطول عليكم، اتمنى ان شاء الله اكون ضيفه خفيفه عليكم واكون عند حسن ظنكم، ويا رب الوصفه تعجبكم باذن الله، وتقوموا تعملوها دلوقتي وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وفرحوني كده بالتطبيقات بتاعتكم. يلا ورونا، يلا بينا على الطريقه. ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نتوكل على الله. اللهم احسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. معاكم دلوقتي ربع كيلو جزر، جبناه قشرناه وغسلناه كويس جدا وقطعناه وهرسناه، وبنفس ميته خدناها في الخلاط ضربناها ضربه تنعمها، بس ما نكتروش الميه فيها قوي يا جماعه. وهنحط عليهم ربع كوبايه سكر، ممكن تحطي عسل نحل، ممكن تحطي سكر دايت. معانا نص كوبايه ميه هننزل عليها ب3 معالق نشا الذره كورن فلاور. تمام كده، هنحاول ننزله كله مع بعضيه. اهم حاجه يا جماعه ما نحاولش نحطها تلقائيا كده ونقول ايه مش مشكله كلها سوائل ونقلب النشا مع الجزر. لا، انت ممكن تعمل معاكي كتل وهتضايقك جدا وتاخد معاكي وقت. فاحنا عايزين على قدر الامكان نعمل بكل التفاصيل عشان تنجح معانا، وفي نفس الوقت كمان ما تغلبناش وتبقى سهله وبسيطه علينا عشان نقدر نعملها على طول. طعمها جميل جدا، اللهم بارك، حلوه جدا، عجبتني والله. انا اول مره فعلا اكلها بالطريقه دي. ما شاء الله طعمها تحفه. قلبناها كويس جدا من كل الجوانب، وضمنا ان النشا اتحلل في الميه. وهننزل على خليط الجزر بالسكر وهنقلبه كويس جدا، وهنحط على نار وسط ونقلب مع بعضينا لحد ما نحس بالتماسك بتاعه، ملمس ناعم وقوامه تقيل زي المهلبية. بجد حلو قوي. اللهم بارك، جميلة، واطفالنا هيحبوها، واحنا يا كبار هنحبها اكتر من الكبار من الصغيرين. معانا خدنا دلوقتي باكت من الفانيليا او معلقة ممسوحة من الفانيليا هنحطها عليهم، ونفضل نقلب كده زي ما انتم شايفين على نار وسط، ولا هي واطية ولا هي عالية قوي. تمام. نار وسط، وخير الامور الوسط. هنجيب كل الجوانب كده ونفضل نقلب وندعك مع بعضينا ونهرس فيها واحنا بنقلب، علشان لو في اي تكتلات من الجزر مع النشا نقدر نلحقها اول باول، عشان ما تجمدش ويبقى طعمها مخرز وفي بقنا، او يبقى مش حلو يعني، او شكلها حتى مش حلو. احنا عايزين الملمس بتاعها طري وناعم، وما يبقاش فيها اي كلاكيع او اي كتل. فاحنا كل ما نيجي نقلب هنفضل نهرس كده، هنفضل نعمل بالطريقة دي لحد ما نحس القوام بتاعها زيها زي المهلبية. الملمس ناعم، قوام تقيل، شكلها جميل. هننزلها على طول، وكمان اهم حاجة كمان تبقبق معانا. مجرد ما تبقبق معاكي خلاص تعرفي ان هي كده ايه استوت تماما. هنحاول ننزلها، معلش هي هتاخد معانا وقت شوية، لازم نمشي بكل التفاصيل معاكم علشان تضمنوا نجاح الوصفة. اتمنى لو الفيديو عجبكم او الوصفة عجبتك حاولي تشتركي معانا واكتبي لي تعليق كده، قولي لنا رايك فيها ايه. بس اهم حاجة تشجعونا وتدعمونا، يبقى جزاكم الله كل خير. بصوا يا جماعة، فوائد الجزر حلوة جدا، اللهم بارك. هكتبها لكم على الشاشة عشان كلنا نصورها بالموبايل او ناخدها سكرين شوت وخليها عندك، عشان تقدري تحفظي كل المعلومات اللي تقدري تعمليها لاولادك، وتكوني عارفه انت بتاكليهم ايه وايه الفايده ليهم. واللي انا عايزه اقوله لك كمان ان كل حاجه ربنا اداها لنا وخلقها لنا اللهم بارك فيها فوائد عظيمه لينا، وكلها بتكمل بعضيها. اللي في الجزر مش زي اللي في الطماطم، مش زي اللي في التفاح، مش زي في كل حاجه.
بتبقى سبحان الله ليها تركيبة معينة لجسمنا، ليها غذاء معين لجسمنا. فاحنا منحاولش نقول لا على الحاجة، لازم نقبل عليها وناخدها وناكلها عشان جسمنا بيبقى محتاجها. فانا لما ارفض ده وارفض ده واقول لا طعمه مش ده، مش من غير ما احكم على حتى كمان، يعني سبحان الله، ازاي اشوف الحاجة مثلا شكلها او باسمها وارفضها؟ طب ما تدوقي طعمها، ما يمكن تتقبلي طعمها. سبحانك يا رب. شايفينها في البكبكة يا جماعة، في فقاعات كده بتطلع كده، لو واخدين بالكم منها. احنا كده خلاص قربنا ننزلها. احنا بنحاول زي ما انتم شايفين كده بنهرس اي حاجة بتقابلنا علشان يكون ملمسها ناعم وميبقاش فيها اي تكتلات نهائي. كده خلاص لفت معانا ونشيلناها من على النار. جبنا قالب ودهناه بزيت صحي او سمنة او زبدة المتوفرة عندك، حاجة بسيطة جدا من تحت ومن الجناب عشان ما يلزقش معانا ويخرج معانا بسهولة. فعندك قوالب الكب كيك ماشي، عندك صينية مفيش مشكلة. وزي ما شايفين كده حطينا شوية جوز هند عليها هيطعمها. عايزة تحطي بقى بذور شيا، عايزة تحطي بذر كتان، عايزة تحطي سمسم سوداني، زبيب، عايزة تحطي فستق، لوز، كاجو، عايزة تحطي اللي انت عايزاه حطي. هي مش هتقولك لا. بصوا يا جماعة، هي بتفكرنا بصينية البطاطا. احنا بنحاولش نهدر يا جماعة اي حاجة، وشعارنا معاكم لا للاهدار. فاحنا على قدر الامكان بنحاول ما نهدرش اي حاجة، وننزل كل حاجة صغيرة وكبيرة معانا هنحاول نسويها. وكمان في حاجة عايزة اقول لكم عليها، انت ممكن لو في عز ما تحسي ان هو سعره مقبول وحنين عليكي، تقدري ان انت تجيبي كمية وقشريها وظبطيها كده ونضفيها كويس جدا وتحطيها في الاكياس او في العلب، وممكن تطلعي منها بالوجبة تفك معاكي شوية، او تحطيها على طول في الحلة وتسلقيها وتاخديها بميتها وتضربيها في الخلاط، فهتبقى جاهزة معاكي ومش هتشيلي همها، وتبقى كمان متوفرة عندك في البيت في اي وقت تقدري تعمليها. زيها زي الطماطم ما بنخزنها، وزي البتنجان، وزي الحاجات كتيرة جدا بنخزنها. هنحاول تهدى شوية ونغطيها بكيس عشان وشها ما ينشفش معانا او بستريتش. هنحاول قدر الامكان ما نحاولش ندخلها هوا. الوش لو نشف معانا مش هتبقى حلوة قوي يا جماعة، فلازم نحافظ على وشها. احنا غطيناها في كيس وهندخلها التلاجة 5 ساعات او 6 ساعات، هتجمد وتمسك نفسها. لو مستعجلة عليها حطيها في الفريزر ساعة او ساعتين، وبعد كده فضيها زي ما انا عملت. انا كده هي عشان ما شاء الله المادة الدهنية مسكت معانا، فايه هنحاول نسلكها على طول، هتسلك معانا بالسباتولا من كل الجوانب. فحلوة قوي قوي بجد. بصوا ما شاء الله لما بارك، ماسكه في نفسها وكويسه جدا وحلوه قوي، وطعمها احلى واحلى بجد واجمل. ان شاء الله هيعجبكم. هنا بقى زينها زي ما انت عايزه وقدميها بالطريقه اللي تحبيها. انا بحاول، انت ممكن تحطيها كده جوز هند بس وسمسم وزداني او مكسرات فقط، لكن انا حبيت ان انا ازود فيها حاجات بحيث ان احنا نزود القيمه الغذائيه بتاعتها اكتر. فانا حطيت حبه البركه، السمسم، كاكاو. الكاكاو طبعا اللي هو الخام مش المحلى عشان ده بيرفع الحرق، وقطعه شوكولاته من الدارك اللي هي 70% كاكاو. فانتي الوصفه معاكي، وانتي ابدعي فيها براحتك، وكل واحد حسب ذوقه. بجد جميله جدا، طعمها حلو قوي، هيعجبكم قوي. وما شاء الله لما بارك تقبل اي حاجه تحطها لها، ما خدتش مننا وقت. اعمليها بحب كده، وان شاء الله باذن الله ربنا ييسر ما بين ايدينا وايديكي. في صحه وعافيه ليكم يا رب. بصوا جميله ماسكه ازاي، والله يا جماعه مش قادره اقول لكم عليها وعلى طعمها وعلى حلاوتها. روعه بجد يعني بمعنى الكلمه. حاجه كده حلوه قوي، انا كنت باكل منها ومش عايزه اسيبها. اتمنى تكون وصفتنا عجبتكم وتكون سهله وبسيطه ان شاء الله. لو انتم اول مره تشوفوني فيا ريت تشتركوا معانا في القناه ودوسوا على الجرس عشان يوصلكم اول باول الفيديوهات بتاعتنا. ولو انتم مشتركين معانا بالفعل يبقى يا ريت لايك وكومنت جميل زيكم، وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد بيه. صحه وعافيه لينا وليكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. امشي بقى عشان الحق اكلها.
يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله ورعايته.